السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درو غادي نحضر لكم معاكم القريوشة. القريوشة هذه اللي غادي نحضرها دروك معاكم. درت فيها 3 كيسان تاع فرينة، يعني بهذا الكاس نعبر 3 كيسان تاع فرينة مع قرصة تاع ملح، وندير معها صفار تاع بيضة، شاشية تاع خمارة كاملة تاع الكاطو، وندير معاها نصف زبدة الفيطاج، يعني تجي بحالها بحال هذيك، تجي مورقة. هاد القريوشة، تجي فيها واحد البنة بنينة بالبزاف. دوك نحكم هاد الحبة تاع هاد الزبدة نبسسها مليح مع الفرينة، ومن بعديها نجيب الجنجلال حتى هو نحمصو مليح ونطحنو ونضيفو عليها حتى من نكون نبسة هذيك الفرينة. نبسسها مليح، درت معاها الملح، ومن بعديها نزيد الصفار تاع البيضة، وندير معاها الماء يكون دافي، يعني ما نديرش معاها الماء الزهر، ندير معاها غير الماء يكون دافي. ومن بعديها نجمعها بها، يعني ما ندلكهاش هاد العجينة. كي نلمها نخليها ترتاح، نخليها ساعة ساعتين وهي ترتاح، حتى 3 سوايع وهي ترتاح هاد العجينة. يعني غادي مين نجي نفتحها بلا خاف تفتح لي، ما نديرش فيها حتى هي المايزينا. غادي نبدا نفتح فيها بالفرينة، ونبدا نحسب حتى ل5، في ال6 نبدا نقطع فيها، يعني ندير 5 تاع الخطوطة. كي نوصل في ال6 نبدا نقطع، ونبدا نشكل فيها التشكيلة تاع الوريدات. يعني تجيك سهلة، يعني غادي مادام ترتاح، مادام تبداي تفتحي فيها، مادام هي تعفيك، يعني أو ندير معاها الفرينة، يعني ما نديرش معاها المايزينا. ودروك نبدا نشكل فيها ونخليها ترتاح حتى من نبدا نشكل فيها حتى هي نخليها فانيك ترتاح. نخليها ساعة ساعتين حتى هي تخليها تشرب، يعني ما تقليهاش ديريكت في النقلة، يعني ديري لها نقلة. ومن بعدها كي قليتها خليتها شويه ارتاحت حتى هي، وكان الحسل بارد عسلتها. من بعدها رشيت عليها الجنجلال، يعني قنيحات. نقولكم سيوها ولا سيتوها تاكلوها، بس نقولكم باللي سلام.